والله يا جماعة بتاكل النهاردة 28/4. بتاكل غلة شغل محترم. مية إبراهيم منورة يا جماعة، الساقية بتاعت إبراهيم منورة أهي. في المية اللي قبل إبراهيم منورة، المية اللي قبل إبراهيم منورة. تمام. بتاكل غلة محترم، شغل محترم. تمام، عشان بس تبقوا عارفين. هكلمكم النهاردة على مية بتاكل غلة نار، بتاكل غلة بمنتهى السرعة، سريعة جدا 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 فوق ما تتخيل. على النصرانية جنب إبراهيم نوار، وجنبك بعد إبراهيم نوار الميتين العاليين، وعندك الرمان، وعندك المفارق، وعندك الدخلة اللي هي بتدخلك جوه على مية النصرانية التانية اللي جوه، والمية اللي عند الجامع الأبيض، والجامع مش عارف حاجات غريبة كده، مكان مجرم. المية دي بتاكل غلة يا جماعة على مسؤوليتي الخاصة، غلة فقط. وروح خد معاك غلة بس، لو ما كلتش رن عليا قول لي انت ضحكت عليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي المحترمين. أحلى تحية مني ليكم، كل الناس الطيبين، الناس الذوق، الناس الأخلاق. أنا بشكركم جدا على حسن تعاونكم يعني. بشكركم على التواصل، وأنا ببقى بتشرف بالتواصل معاكم والله، وده يعني حاجة مشرفاني بجد يعني. بصوا يا رجالة بعد إذنكم، أنا عايز بس أرجوكم يعني الناس اللي هي بتطلع تصطاد في المزارع علشان خاطري أنا، والله العظيم يعني أقول إيه، العدة يا جماعة اللي الناس بتطلع تصطاد بيها، أغلب الصيادين بتطلع تصطاد بعدة يعني يا جماعة ما تنفعش هناك خالص، ويروح يقعد على المية ويتنقل والكلام ده كله، ما بيصطادش. ما هو أنت لازم برضو يبقى في أسباب إنك تخليك تصطاد، وفي أسباب إنك تخليك ما تصطادش. فأغلبية الصيادين تمام، لكن في البعض يعني مش عارف يكيف نفسه او يتفهم يعني طبيعة المكان ازاي. يا جماعة المكان ده محتاج عدة خفيفة، عدة خفيفة خالص، مش محتاج غماز الكبير ده، ولا محتاج العود التقيل ده، ولا الكلام ده كله. انا في ناس بتكلمني تقول لي انا متابعك وبشوف كل فيديوهاتك وبعمل كل اللي انت بتعمله، قبله على المية الاقي حاجات غريبه. الاقي معاه وعود كده وحاجات، اقول له هو ده اللي انت بتقول لي انا متابعك؟ يا جماعه والله العظيم انا بقول لكم الصح. طيب النهارده بقى انا هقول لك على مكان والله العظيم بياكل غله من اسبوعين 3 فاتوا معايا، غله صافي. يعني انا كنت هنزل الفيديو ده من فتره، يعني من اسبوعين كده، بس انا ما عرفتش، وكنت هقول لك على مسؤوليتي الشخصيه انا، روح بالغله فقط والعجين، لو غله بس، غله بس، وما تاخدش معاك طعم دود ارض نهائيا، وهتاكل معاك في منتهى السرعه كانك في عز ابو الموسم زي ما بيقولوا. والله يا جماعه بتاكل بشراهه، بشراهه وبسرعه جدا، سريعه للغايه، ترمي تاكل، ترمي تاكل، ترمي تاكل كده يعني. خلاص. الميه دي الميه اللي هي بالعرض اللي قبل ابراهيم نوار. ها، الناس اللي عارفه المنطقه وعارفه ابراهيم نوار عارفه الميه اللي بالعرض، الميه اللي بالعرض اللي احنا يعني وانت جاي من البياره وبتلف بتكون في وشك كده قبل ما تروح عند الكوبري، بتكون في وشك كده الميه اللي داخله لجوه دي، وميه برده جايبه من النصرانيه بس من ورا، وفيها سمكه محترمه. يعني انا عملت من عليها فيديو بسيط، او قعدت عليها وهي على الارض، كنت بطلع سمك اربع وتحت الربع، وغلطت مني كام واحده كده ونزل تحت خالص. لما بتبقى مليانه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، والله العظيم يا جماعه، في ظهرك بقى واحده ميه صغيره، الميه الصغيره دي لو مليانه ميه هتطلع كبير في صغير، والصغير هيهبلك. طب لو نازله هتاخد سمك كبير ازاي؟ ما اعرفش، هو كده. خلاص. سمكه يعني حلوه مسنوده، يعني ربع فوق الربع تحت الربع كده، مش الصغير خالص اللي هو اللب ده، هيهبلك لو ميه كبيره عاليه. ماشي يا جماعه، الميه دي والله على مسؤوليتي الخاصه، والله على مسؤوليتي انا، انتوا عارفين ان انا دغري معاكم. ما تاخدش معاك دود ارض، الميه لو هتروح الميه دي ما تاخدش معاك دود ارض، غله، غله فقط. هتنزل هتاكل، هتنزل هتاكل، والله فيها ادوار كتير وناس مفتحه فيها ادوار.
كان من سنتين 3 كده الصيادين اصحاب الميه بيقول لك امشي ومش امشي، بس محدش بيتكلم دلوقتي. ان شاء الله يعني ايه الدنيا تبقى حلوه. خلاص انا هقول لك على الميه، لوكيشن ووصف ومقطع مباشر من على الميه، خلاص علشان تعرف مكانها. خلاص انا برضو هقول لك كل التفاصيل الخاصه بالميه دي في الفيديو ده. خلاص السلام عليكم. الميه دي بتاكل غله والله يا جماعه، بتاكل النهارده 28/4، بتاكل غله شغل محترم. ميه ابراهيم منوره يا جماعه، الساقيه بتاعت ابراهيم منوره اهي، دي الميه اللي قبل ابراهيم منوره، دي الميه اللي قبل ابراهيم منوره. تمام، بتاكل غله محترم، شغل محترم. تمام، عشان بس تبقوا عارفين. بصوا يا جماعه، في ميه تانية موجوده في المنطقه دي بتاكل غله حلو قوي قوي قوي. تعالى هوريها لكم. ماشي، ميه خطيره، ميه فوق الوصف، بتاكل غله جامده جدا يا جماعه، وجنبها ميه رفيعه بتاكل برضو غله جنب ابراهيم نوار، كوبري هوت اللي بندخل من عليه. تمام، انا واخد سمك والله من هنا النهارده 28/4، واخد سمك كله بالغله. انا معيش طعم النهارده، معيش طعم والله خالص. ماشي، اللي هيجي ما يجيبش معاه طعم، على مسؤوليتي انا، على مسؤوليتي انا. محدش يجيب طعم ويجي يصطاد في الميه دي ما يجيبش طعم معاك. في ابراهيم نوار بتاكل غله طعم حلو كده، دي غله بس طعم بتاكل، بس الغله شغاله اصلا. الميه دي انا مصور من شويه السمكتين اللي واخدهم جوازي، شوف الدور عامل ازاي، دور كمين. الميه نازله اصلا، نازله بس فيها سمكه محترمه، فيها سمكه محترمه فوق ما تتخيلوا. ماشي يا جماعه، طبعا ده نازل خالص، الدور ده حلو غويط شويه. ماشي، وفي دور تاني اهو، والميه دي برضو فيها دور. المهم انت عرفتوا الميه، ناس كتير اكيد عارفاها، وفي ناس عارفاها شايفينها بس ما دخلوش عليها. ماشي، بص يا رجاله، الميه نازله اصلا، الميه نازله كتير يعني، في دور قدام وفي ناس بتصطاد قدام خالص اهي. ماشي يا جماعه، شايفين التوك توك اللي جاي ده هيعدي من على الكوبري اهو، راح فين اهو كده، هو كده بيعدي الكوبري اهو، ولا هيعدي لسه مش عارف. المهم يعني لا بيعدي الكوبري، عدى الكوبري خلاص اهو ونازل اهو. ده الكوبري بتاع ايه اللي بننزل منه لابراهيم نوار، ودي الميه اهي يا جماعه. ماشي خلاص، سهل الموضوع عشان بس ايه محدش يحتار. وادي الساقيه اللي بتاعت ابراهيم نوار اهي. ماشي يا جماعه، خلاص ربنا يرزق الجميع يا رب. الميه دي بتاكل غله، تعالى اقعد على الميه دي على مسؤوليتي انا، وما تجيبش معاك طعم، هات غله بس معاك طريه، وانا على مسؤوليتي هتاكل معاك غله سريعه جدا يا جماعه الميه دي. تمام، ومعاك برضه ابراهيم نوار.